ميزانية ال5000 الشهرية شاملة فطار غدا عشاء لحوم سلع تموينية منظفات واي حاجة تحتاجيها داخل البيت هتجيبيها بال5000 جنيه دي. اهلا بيكم في قناة مامترين مكرمة. طلبتم مني ميزانية ال5000 جنيه الشهرية تكون شاملة كل حاجة في البيت، فطار غدا عشاء منظفات سلع تموينية للناس اللي ما بتاخدش تموين، وبتجيب زيت وسكر وسمنة وشاي وعيش. طبعا العيش ده ليه ميزانية تانية لوحده. تمام كده؟ طيب يلا بينا نسمي الله ونشوف الميزانية مع بعض. ميزانية ال5000 الشهرية، هنبدأ أول حاجة بالطلبات الشهرية. هتاخدي مصروف البيت بتاعك وتنزلي تجيبي خزينة الشهر كله. تمام؟ طيب أنا هقول لكم الحاجات اللي تجيبوها بالشهر والحاجات اللي تجيبيها بالأسبوع. تمام كده؟ هنبدأ أول حاجة الطلبات الشهرية. هتجيبي إيه بالشهر؟ أول حاجة هنجيبها هي السلع التموينية. هتاخدي من 5000 جنيه 500 جنيه تجيبي بيها العيش بتاعك، ودي تشيليها على جنب، يبقى دي للعيش بتاع الشهر كله. كل ما تنزلي تشتري عيش تاخدي من ال 500 جنيه دي. تمام؟ اول حاجه هتشيلي 500 جنيه على جنب للعيش. تمام كده؟ طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي 3 ازايز زيت ب 180 جنيه، ازازه الزيت ب 60 جنيه. هتجيبي 3 اكياس سكر ب 100 جنيه. هتجيبي سمنه ب 100 جنيه. هتجيبي شاي ب50 جنيه. ده بند السلع التموينيه، ده للناس اللي معهاش بطاقه تموين. يعني انت لو معاكي بطاقه تموين يبقى مش هتحتاجي تجيبي الطلبات دي كلها. تمام كده؟ طيب هنجيب ايه كمان؟ هنجيب الخزين. هتجيبي 5 كيلو مكرونه. كيلو المكرونه ب 28 جنيه، يبقى ال5 كيلو ب 140 جنيه. هتجيبي لي كيلو دقيق عشان لو حبيتي تعملي كيكه ولا حاجه ب 20 جنيه، الدقيق السايب ب 20 جنيه. وهتجيبي كيلو عدس ب 75 جنيه. وهتجيبي 7 كيلو رز ب 182 جنيه. كيلو رز ب 26 جنيه في 7 كيلو ب 182 جنيه. هتجيبي لي توابل زائد خل ب 100 جنيه. هتجيبي لي كيلو فول مدمس ب 54 جنيه. كيلو الفول المدمس. هاتي الفولايه البلدي اللي بتبقى كبيره شويه، وانا عملت معاكم الفيديو المدمس قبل كده ونزلت لكم فيديو تاني لكل المشاكل اللي هتقابلكم فيه وتتفادي اي اخطاء ممكن تقابلك وانتي بتدمسي الفول. تمام كده؟ وهنجيب كرتونه بيض ب 165 جنيه. طيب هنجيب ايه تاني بالشهر؟ هنجيب اللحوم. كيلو الفراخ دلوقتي عامل 86 جنيه. هتجيبي 3 فرخات ب 514 جنيه. هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه ب 180 جنيه. وهتجيبي كيلو لحمه سليمه ب 360 جنيه. يعني كيلو ونص اللحمه هيعملك 540 جنيه. وهتجيبي سمك اي نوع بقى انت حباه او باي كميه. يعني انت لو عايزه تزودي كميه شويه هتجيبي سمك رخيص شويه، لو عايزه مثلا كميه قليله يعني انت ظبطي بقى الدنيا، لان الاسماك كتيره واسعار مختلفه، في اقل من 100 في ازيد من 100، فانت ظبطيها. انا هعمل لك للسمك 400 جنيه. وهتجيبي كيلو سجق مستورد ب 200 جنيه. تمام كده؟ دي الطلبات اللي هنجيبها بالشهر. هنجيب ايه تاني بالشهر؟ هنجيب المنظفات. اللي طالبين الميزانيه دي عندهم غساله اوتوماتيك، يعني بيشتروا مسحوق اوتوماتيك، المسحوق بتاعها بيكون اغلى شويه. فاحنا هنجيب 4 اكياس اوكسي. الكيس ب 50 جنيه، يبقى الاربعه ب 200 جنيه. وهتجيبي لي 4 كيلو صابون مواعين ب 20 جنيه. هتجيبيه سايب من عند بتاع المنظفات. وهتجيبي لي شامبو الصيدليه 20 ظرف ب 20 جنيه. وهتجيبي لي 2 صابونه بريحه ب 20 جنيه. وهتجيبي لي سلك مواعين ب 10 جنيه. وهتجيبي لي ازازه كلور ب 15 جنيه.
تمام كده. يبقى دي الطلبات الشهريه بتاعتي. طيب ايه بقى الطلبات الاسبوعيه اللي هنجيبها؟ هنجيب طلبات السوبر ماركت دي بالاسبوع. طيب هتجيبي ايه اسبوعي؟ هتجيبي لي نص كيلو جبنه فيتا او دومتي ب45 جنيه. هتجيبي لي حلاوه ب25 جنيه. هتجيبي لانشون اي نوع انت حباه، انا هحط لك ليه 25 جنيه. هتجيبي 2 كيلو لبن ب60 جنيه، كيلو اللبن ب30 جنيه، يبقى ال2 كيلو ب60 جنيه. عايزه تجيبي جبنه رومي ب35 جنيه، او ممكن تشيلوا جبنه رومي وتجيبي بدلها مربى. وتجيبي عجينه طعميه ب10 جنيه وتقليها في البيت. الطلبات دي هيكون جنبيها فول وبيض، احنا جايبينه هنا من طلبات الشهر، هيكونوا موجودين عندك في التلاجة. والطلبات دي هتكون اسبوعيا تجيبيها جنب الاكل للفطار والعشاء بتاعك. تمام كده. يبقى الطلبات بتاعتي دي هتكلفني 200 جنيه. هتضربي ال 200 دي في 4 اسابيع يبقى هتكلف 800 جنيه. يبقى اول الشهر هتاخدي 800 جنيه طلبات السوبر ماركت، تقسميهم على 200، كل اسبوع تاخدي 200 جنيه تنزلي تشتري بيها طلبات السوبر ماركت. هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي الخضار. هتجيبي فاكهه ب50 جنيه. هتجيبي كوسه، كيلو كوسه ب10 جنيه. هتجيبي ملوخيه ب10 جنيه. هتجيبي خيار، كيلو خيار ب5 جنيه. هتجيبي باميه ب50 جنيه. كيلو بصل ب10 جنيه. هتجيبي 3 كيلو طماطم ب24 جنيه. هتجيبي 2 كيلو بطاطس ب30 جنيه. هتجيبي ليمون ب10 جنيه. يبقى دي كده طلبات الخضار بتاعتي. هتكلفني كام؟ هتكلفني 200 جنيه. هتضربيهم في 4 هيساوي 800 جنيه. يبقى اول الشهر لما تاخدي ال5000 جنيه دي هتطلعي منها 1600 جنيه للطلبات الاسبوعيه بتاعتك. كل اسبوع تاخدي 400 جنيه تنزلي تشتري ب 200 جنيه طلبات للسوبر ماركت وب 200 جنيه خضار وفاكهه. هيتبقى معاكي من ال5000 حوالي 150 جنيه. لو عايزه تجيبي بيكنج باودر تجيبي فانيليا، حابه مثلا تزودي تجيبي لوبيا تجيبي فاصوليا، مش حابه تخليهم معاكي مثلا تبقى مصاريف شخصيه ليكي انت. تمام كده. طبعا لو معاكي بطاقه تموين يبقى تكوني موفره المبلغ بتاع السلع التموينيه دي. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي وفولو لو انت بتتابعيني من على تيك توك. لو حابين اي ميزانيه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعملها لكم في فيديو جديد. السلام عليكم.